أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض سندوتشات بالخضار طعمها رهيب، بجد تستحق التجربة. بدون حشوة بدون تخمير، يعني مش هتاخد منك وقت كبير خالص. ربع ساعة وهتكوني بتخبزيها و10 دقايق وهتكون جاهزة معاكي. هنحضرها النهاردة بمكونات موجودة عندنا في البيت ومش هنحشيها، لأن لوحدها كده بالإضافات اللي إحنا هنضيفها للعجينة مش هتحتاج حشو، إنما لو عندِك جبنة أو أي حشوة تانية وعايزة تحطيها ما فيش مشكلة. شايفين الجمال؟ شايفين وأنا باقطعها حلوة إزاي؟ يالّا بينا نشوف الجمال ده معمول إزاي. عندنا هنا 6 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة من الملح وباكيت بيكنج باودر، وعايزين نوحّد الكوباية في كل حاجة. وعندنا هنا بيضة كاملة وبياض بيضة، وعندنا نُص كوباية من الزيت، نُص كوباية من الزبدة، تمام؟ والبطل بقى الرئيسي في الموضوع ده كله اللي بيعمل الطعم الجامد الشبت، لو مش بتحبوا الشبت ممكن تغيروه ببقدونس أو بكزبرة خضرا، مفيش مشكلة. حزمتين كده من الشبت، وزيتون لو متوفر، فلفل ألوان لو متوفر برضه، ونُص كوباية من اللبن، الحليب يعني، والزبداية، وده صفار البيضة اللي إحنا أخدنا منها البياض بس للعجينة، الصفار هندهن بيه وش الفطاير، تمام؟ في وعاء عميق كده حاجة نقدر نعجن فيها، هننزل بالبيض والزيت واللبن اللي هي الحاجات السايلة كلها، والزبدة والزبادي، تمام. وبالمضرب السلك كده هنضربها شوية حلوين كده لحد ما كل ده يختلط مع بعضه كويس. وبعدين هننزل بالدقيق اللي عليه البيكنج باودر واللي عليه الملح، ونبتدي بقى نعجن كل ده مع بعضه كده وندخله مع بعضه، تمام. لحد ما تبقى العجينة عندنا يعني سلسة كده وطرية، ومش بتلزق في الإيد أوي، يعني زي ما أنتم شايفين كده بالضبط. الموضوع سهل خالص مش بياخد وقت على فكرة، وبتطلع النتيجة هايلة بجد. هنحط بقى الخضار اللي هو الشبت والفلفل والزيتون، ونبتدي بقى إيه ندخّل كل المكونات دي في العجينة، تمام. ريحتها بقى وأنا باعجنها كده بجد الشبت ده حاجة كده ساحرة، بيحوّل الحاجة وبيخلّي ريحتها وطعمها حاجة تانية بجد. هنا باوريكم دلوقتي شكل العجينة بعد ما خلّصتها ودخّلت فيها الخضار، شايفين عاملة إزاي؟ مش بتلزّق، سمكها حلو أوي، دخّلنا المكونات كلّها ببعضها حلو جدًا، فادّتنا النتيجة اللي أنتم شايفينها دي. تمام. طبعًا إحنا مش هنخمّرها، إحنا هنشتغل فيها على طول، ودي من الحاجات الكويسة جدًا إن أنتِ هتخلّصيها وتخبزيها وتبقى جاهزة معاكِ على طول. هنشكّلها بقى بالطريقة اللي إحنا عايزينها، أنا هنا شكّلتها بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي، ممكن أنتِ تعمليها دواير، ممكن تعمليها مربعات زي ما أنتِ عايزة، تمام. بس كده زي ما أنتِ شايفة كده. وهاحطها في صينية، لو أنتِ عندِك صينية عادية يبقى هتدهنيها، عندِك صينية غير قابلة للصق يبقى مش مهم إن أنتِ تدهنيها. هنعمل الكمية كلّها، وبعد ما هنخلّصها هندهن وشّها بصفار البيض اللي إحنا كنا حاطينه على جنب، تمام. هندهن الوش كلّه بالراحة كده، معاه معلقتين لبن ونقطة خل زي ما أنتم عايزين يعني، ونبتدي ندهن وش الساندوتشات كلّها كويس أوي كده بالبيض واللبن، تمام. وبعدين لو متوفر عندنا سمسم ممكن نحط على الوش، مش متوفر هي لوحدها حكاية، يعني هي لوحدها شكلها حلو، بس هو السمسم بيدّيها شكل ويدّيها طعم حلو. السمسم وحبة البركة لو متوفرة برضه بتدّيها طعم تاني خالص بجد يعني. بس كده، ويبقى الطبق بتاعنا خلاص مش بياخد وقت خالص، بتدخّليها على فرن بتشغّلي الشواية ومن تحت، وخلاص على كده. بتقعد 10 دقايق بالضبط، يعني تخلّي بالِك من سواها لإن هي فعلًا مش بتاخد وقت، 10 دقايق بالضبط وبتكون جاهزة معاكِ، وبس كده. إن شاء الله تجرّبوها وتعجبكم.